اخر فرصه المنتخب لاقل من 17 سنه بقياده نبيل باها ضد الخصم كاليدونيا الجديده، في خصم ماركيو عليها اهداف كثيره باش ندوزو كاحسن ثالثه، وراه ضعاف بزاف هما. وهضرت في هذا الفيديو على التكتيك ديالهم والنقاط الضعف ديالهم، وهضرنا على اللعابه ديالنا. وما نطولش عليكم الدراري الفيديو، ما تنساوش الدراري تشتركوا في القناه وديروا واحد لايك الفيديو باش يطلع لواحد اخر باش يشوفوا حتى هو، والقناه مازال جديده. وما نطولش عليكم في المقدمه وندوزو ديريكت للفيديو. الماتش ديال كاليدونيا هو اخر فرصه لينا، الفريق ديالهم ماشي قوي بزاف، خاصنا نربحوا بواحد النتيجه كبيره باش نحسوا بالفرق الاهداف، ولكن راه الفوز بوحدو ما كافيش، خصنا حتى نشوفوا نتائج المجموعات الاخرى باش نعرفوا واش غنتاهلوا كاحسن مركز ثالث ولا لا. الجانب النفسي والضغط اللي كيعانيو منه هاد الدراري هذا مازال صغار، وفجاه لقاو راسهم في محل عالمي بحال كاس العالم. الهزيمه الاولى ضد اليابان كانت قاسيه، والثانيه ضد البرتغال زاد فشلاتهم، والثقه ديالهم تهزات بزاف عن الدور ديال المدرب نبيل باها والطاقم ديالو. هو خصو يرجع الثقه ويحضروا النفسيه قبل الماتش ديال كاليدونيا، خاصهم ينساو اللي فات ويركزوا قبل الماتش الجاي بحال هو الفينال ديالو. هاد النتائج هذه خاصها تفتح واحد النقاش كبير على التكوين ديال اللعابه في المغرب. هاد الفئه واش معقول بطل افريقيا يبان بهذا المستوى في المونديال؟ واش طريقه اللعب الهجوميه اللي لعبنا بها مناسبه ضد فريق عالمي بحال البرتغال؟ خصنا نتعلموا نلقاو التوازن بين الهجوم والدفاع، ونعرفوا كيفاش نواجهوا الفريق القوي. ومن الناحيه ديال التكتيك والبدنيه، راه البطوله الافريقيه مستوى المونديال ومستوى اخر مختلف كليا. الماتش ديال كاليدونيا راه ماشي ماتش عادي، راه ماتش الحياه او موت، من ناحيه المعنويات ومن ناحيه الحسابات. الفريق ديالهم ضعيف فنيا وتلقى هزائم ثقيله، خاص المنتخب المغربي يستغل هذا الشيء هذا. اللاعبين خاصهم يدخلوا من الاول مركزين ويسجلوا بكري ويضغطوا طوال الماتش كامل باش يسجلوا اكبر عدد من الاهداف. الهدف ماشي غير الفوز، الهدف هو نحصلوا الفريق الاهداف باش ندخلوا في الحسابات كاحسن ثالثه في المجموعه، والفوز الكبير هو الامل الاخير اللي بقى لينا. نشرح لكم التكتيك ديال كاليدونيا الجديد. الفريق ديال كاليدونيا كيركز على الدفاع واغلاق المساحات، وهذه بانت ضد اليابان ملي خرجوا بتعادل سلبي رغم السيطره ديالهم. الا جينا نشوفوا روح القتاليه ديالهم، فالمدرب ديالهم لوبيز كيعتمد بزاف على الجانب النفسي، واللاعبين كيلعبوا بروح وطنيه قويه بزاف، كيشوف راسهم كيمثلوا الامه كامله. القوه البدنيه ديالهم عندهم لاعبين قويين بزاف كيعتمدوا عليها في الصراعات الثنائيه والاختراعات الفرديه. الهجمات المرتده ديالهم كيعتمدوا بزاف على الكرات السريعه من الدفاع للهجوم، وكيستغلوا واحد السرعه ديال المهاجمين. اجينا نشوفوا الانسجام، اغلب اللعابه حوالي 70% خارجين من الاكاديميه وحده، وهذا الشيء كيعطيهم انسجام وتفاهم كبير داخل الميدان. وشنو هما النقاط الضعف ديالهم؟ قله التجربه الدوليه ومقارنه بالفرق بحال المغرب ولا البرتغال، ما كيعرفوش كيفاش يتعاملوا مع الضغط العالي، كيتعبوا في الشوط الاول دغيا وما كيبقاوش مركزين، وهذا الشيء كيسبب لهم اهداف كثيره في الاخر. كاليدونيا الجديده فريق متواضع فنيا ولكن منظم، وكيتقاتل بالروح الجماعيه القويه، وكيعتمد على الدفاع والبدنيه. وخاص المنتخب المغربي يكون ذكي باش يستغل هذه النقطه الضعيفه ويفرض الاسلوب ديالو من البدايه. ما نستهانوش بكاليدونيا الجديده، واخا ضعيفين ولكن عندهم الروح القتاليه وكيلعبوا معك حتى لاخر دقيقه. حنا خاصنا ندخلوا في الماتش بعقليه ان راه بحال شي ماتش فينال هذا وخصنا نربحوا ضروري. نبداو باللاعبين اللي عندهم مسؤوليه كبيره في الماتشات اللي فاتوا. الحارس الصراحه كان خاصو يكون اكثر تركيز، نص الاهداف اللي دخلوا ليه كان ممكن يتصدى لهم لو كان مركز مزيان، وخصوصا في التسديدات من بعيد. الدفاع عندنا نقطه ضعف واضحه بزاف ديال الاخطاء ساذجه، ما كاينش الانسجام وما كاينش التغطيه ديال التواصل، وضعيف ما بين المدافعين. الوسط ما بانش نهائيا، المفروض لعيبه الوسط يكونوا هما صمام الامان ويسدوا الثغرات ويوزعوا الكره مزيان، ولكن الغياب ديالهم اثر على الفريق كامل. الهجوم ضعيف بزاف، الفرص كانت قليله، والتواجد في المناطق الخصم ضعيف. خاص يكون الضغط اكثر واستغلال اي كره كتوصل قدام المرمى. خاص المنتخب يدخل بواحد القوه بدنيه ويسجلوا بكري ويضغطوا على الدفاع ديالهم بلا توقف. اللعب على الاطراف ضروري واستغلال الكره ثابته، ولكن ما نستنوش بهم لانهم ضد اليابان داروا واحد الماتش كبير وقدروا يخرجوا بتعادل سلبي، يعني كيعرفوا كيفاش يدافعوا، كيتقاتلوا حتى النهايه. هذه هي الكره الدراري، مره رباح ومره خساره. المنتخب اللي اقل من 17 سنه ورغم الهزيمه ديالو اللي كانوا قاصحين بزاف باقي عنده فرصه الاخيره. الماتش ديال كاليدونيا ماشي ماتش عادي، راه هو الفرصه باش يصلحوا الاخطاء، يرفعوا الرايه المغربيه من جديد، ويوريوا للعالم ان المغاربه ما كيعرفوش يستسلموا، وان اسود الاطلس كيتقاتلوا حتى لاخر دقيقه. الضغط اللي عليهم كبير، ولكن حنا كمغاربه عارفين ان الضغط كيدير المعجزات. نتمنى من اللعابه يتعلموا من اللي فات ويدخلوا في الماتش الجاي بعزيمه قويه والشجاعه. المستقبل مازال قدامهم، وكاس العالم راه غير محطه صغيره في طريق النجاح ديالهم. ودابا الدور ديالنا حنا كمغاربه هو نشجعوهم وندعموهم حتى الاخر، ونبقاو ديما متفائلين بهم. كتبوا لي في التعليقات الدراري شنو التوقع ديالكم من نتيجه الماتش ضد كاليدونيا، وشنو خاص المدرب يبدل في التشكيله. وما تنساوش ديروا واحد اللايك وسبسكرايب، والقناه مازال جديده وكتحفزونا انا نجيبوا لكم ديما الجديد، وتهلاو في راسكم الدراري.